في الجزائر في الشأن الاجتماعي الآن. من منا لم يصادفه هذه الأيام فيديو يحمل عنوان تاكلي الدجاج، فيديو أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان بطله الشيخ بن عمر من ولاية تسنسيلت، والذي انتقم من الثعلبين اللذين قاما بأكل الدجاج. نكتشف القصة مع محمد أغوليش وحميد عوادي. تاكلي الدجاجة، تاكلي الدجاجة. هو الفيديو الذي أثار موجة في الآونة الأخيرة قصة الشيخ بن عمر من ولاية سمسيلت، والتي تجاوزت حدود المكان والزمان، وأضحت ظاهرة هزلية يتشاركها الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي. القصة حققت رواجا كبيرا لما تحمله من طرفة وعفوية. شيخ ينتقم من ثعلبين أكل دجاجاته وينهال عليهما ضربا جزاء لذلك. وكلاو لنا واحد 12 ولا 13 طاير، ومن بعد عاودنا جينا ليهم، احفرنا عليهم منا مع الغار، ومن بعد واحده ضربتني وراحت، وزوج قتلتهم. تلفزيون النهار وبعد تنقيب وبحث استطاع تحديد عنوان الشيخ صاحب العصا المقيم بإحدى القرى بمرتفعات ولاية سمسيلت. تنقلنا مع الشيخ بن عمر إلى مكان الحادثة للتعرف على مضمون القصة. كنت ندين بيع واسي مستفاد مع هذه الطيور، كملتهم لي الله غالب. الحكايه يديرها لو على صوته. انا ما على بالي لا تعذبوا ولا ما تعذبوا. زعاف اللي دار لي انا هذا، انا صوتهم، ما كاش تمسخير. حكاية الشيخ بن عمر تباين في آراء المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي انقسمت إلى مجموعتين. الأولى عدت الحادثة موقعة فكاهية، والفئة الثانية امتعضت من العقاب الذي لقيه الثعلبان. تاكلي الدجاجة، شحال كليتي من دجاجة؟ خبريني شحال كليتي من دجاجة؟ نخليك هنا الغير نبا ياكلوك، نقرر لك قويمك. هي واحدة من أبرز الفيديوهات لعام 2015، والتي كان بطلها الشيخ بن عمر من ولاية سمسيلت، الذي دفعه الغضب مما أقدم عليه الثعلبان لا أكثر. كلاو لي الدجاج بزاف، على هذيك اللي الزعاف يعني تمرديت، وانا نخلص غير 300 تاع الشومه، قلت لهم ارواحوا هنا.